والعبرة هو طبعا في انتظار نصائحكم القيمة لشخصيات القصة. صاحبة القصة بتقول: أنا غلطت مع شاب مراهق، واللي حصل لي في الآخر كانت حاجة فظيعة جدا، وده يعتبر أكبر درس اتعلمته في حياتي. أنا اسمي رؤى. أبويا مات وأنا وأختي صغيرين جدا، وما كانش عندنا غير أخ واحد بس ومتجوز، وفضلت عايشة أنا وأمي وأختي. ماما كانت بتعمل كل حاجة في الدنيا علشان خاطر تحمينا، وكانت على قد ما تقدر بتحاول تراضينا. وبصراحة كانت أختي مطيعة أوي لماما، كانت بتسمع الكلام وكانت لطيفة، لكن أنا كنت متعبة جدا في كل حاجة. دماغي كانت ناشفة أوي، وكنت دايما بطلب من ماما كل حاجة. كنت طماعة شوية، كأني مش حاسة باللي أمي كانت فيه. معاش بابا صغير، وكانت ماما ماشية بيه بالعافية. أختي ما كملتش تعليمها علشان المصاريف، لكن أنا وبالرغم إني كنت فاشلة في التعليم، لكن متطلباتي كتيرة قوي، وحتى ما بحاولش أتنازل عن أي حاجة، سواء بقى لبس أو أكل أو شرب أو فسح. يعني كل اللي نفسي فيه كنت بعمله. وماما لما كان بيجي لها أي مساعدات من قرايبنا أو من إخواتها أو أيا كان، يعني كانت بتحوشه علشان جوازنا، عشان هي شايفة إن ستر للبنت هو الجواز، وكانت خايفة يجي عليها يوم ما تقدرش تجيب لنا جهازنا. وده كان تقريبا أكتر حاجة ماما مهتمية بيها، لكن أنا كنت عايزة اللي أنا عايزاه بس. أختي بقى كلمتني أكتر من مرة إن أنا أحاول أتفهم الظروف وأبطل طلبات ولا حياة لمن تنادي، وكنت ببص لنفسي وبس. ويا ريت دي كانت مشكلتي بس معاهم، لأ دي كانت هتبقى سهلة، لكن أنا كنت عايزة أعمل كل حاجة، أتفسح وأسافر وأخرج من غير ما حد يقولي ده غلط ولا ده صح. وكنت دايما بشوف اللي هم بيعملوه دوت قلة حب منهم، وإن هم مش عايزيني أنبسط، وإنهم معقدين. وما كنتش بفكر ولو للحظة واحدة إن كلامهم ده ممكن يكون فعلا لمصلحتي، وعلشان أخويا كان بعيد عننا خالص، وأختي بقى كانت هرياني نصايح ويمكن تكون أكتر من ماما، لكن كانت عقلها كبير عني، وبجد كلامها كان كله صح. القصة بقى بدأت لما اتعرفت على واحد اسمه سامي. أمي بقى بالرغم من إن هي كانت بتخاف علينا قوي، بس هي كانت دايما بتروح عند خالتي وخلاني وجدتي كمان. كانت ممكن تسيبنا اليوم بحاله، وأختي قاعدة تروق وتنظف وتعمل الأكل والشرب، وأنا كنت دايما بحب أخرج وأروح عند صحباتي. وطبعا أنا اتلميت كده على كام واحدة من أصدقاء السوق اللي كانوا بيهونوا عليا الأيام. طبعا الكلام ده ساعتها ما كانوش بالنسبة لي هم أصحاب السوق ولا حاجة، بالعكس أنا كنت بحب أقعد معاهم أكتر ما كنت بقعد مع أختي، علشان بالنسبة لي أختي دي بنت معقدة، ولا ليها في الحب ولا في الكلام الحلو، ولا حتى ليها في أي حاجة تفرح، ملهاش غير في النصايح وبس، زي ماما بالظبط، صورة من ماما بس على أصغر حبة. وبالرغم ان ماما كانت بتسيبنا لوحدنا، واختي كانت شديدة عليا، بس انا كنت بقدر اخرج عشان انا كنت بعمل اللي انا عايزاه في اي وقت وباي طريقة، وما بيشغلنيش ايه اللي يحصل بعد كده. وفي مرة رحت لواحدة صاحبتي كان اسمها نجلاء، قعدت مع نجلاء شوية كده، وكانت بتكلمني على واحد هي بتحبه، والشخص ده كان معاها رقم موبايله، بس ما كانتش عارفة تتواصل معاه علشان كانت هي محرجة ان هي تاخد الخطوة دي. عايزة اقول لكم ان انا كان بالنسبة لي ان الحب ده ما فيهوش مين اللي يبدأ الاول ومين اللي يبدأ بعدين. يمكن من فرجة على المسلسلات والافلام العربي او التركي او الهندي كمان خلتني اشوف ان الموضوع ده عادي، ان انت بتتعاملي مع اللي انت بتحبيه بمنتهى البساطة من غير ما تفكري في اي حدود. مش عارفة، بس هو ده كان تفكيري وقتها. المهم اقنعتها فعلا ان هي تتصل بيه وتتكلم معاه، بس بعد لحظات لقيتها بتقولي لا انا هكلم صاحبه، ولما اكلم صاحبه احتمال يكون عارف مشاعره ايه. وقلت لها فكرة حلوة، ويا ستي انا هكلم صاحبه، وأخدت منها الرقم واتصلنا على صاحبه، وفعلا بدأت الحوار معاه وحكيت له
هو كان واقف من عليها بدري وسألته عليه، بيخبط على باب السعادي وقعدت أقول وكمان له واقفة هو بفستان بيحب الفرح. حد ولا ما بيحبش وقبل ما حد، يتكلم أو يقول وفتحت أي حاجة مجال كنت بزقه كبير جوه الشقة للكلام. وبدخل وبقفل الباب والغريبة بقى وأقول له بكل إن أنا ترجي أعجبت بصاحبه وهو بيتكلم معايا. أرجوك حسيت أرجوك كمان إن خبيني هو أنا كمان خايفة. معجب بيا، ومن هنا أهلي بقى بيجروا ورايا وأنا مش بدأنا عايزاهم نتعرف يلاقوني، على بعض. يخبيني وهمشي على طول وبدل ما أول ما كنت يبطلوا بكلمه يدوروا علشان عليا. صاحبتي أرجوك. بقيت بكلمه هو وكانت دموعي علشاني مالة أنا. وشي وحالتي عايزة غريبة أقول قوي. لكم إن سامي ده وهو كان قبل ما يرد بجد عليا كلامه أو حلو يعمل أي حاجة قوي كان فعلا سامع وطريقته ما باب الشقة تتوصفش. بتاعته خبط شديد عليه. كنت بسمع في صوته كده وقتها أخدني نبرات وحطني شجن في أوضة وحب النوم غريب بتاعته قوي. وقفل الباب بجد عليا. كنت بحس وأنا إن وقفت هو أتصنت من بيحبني وراه وأسمع. من كلامه هو وصوته فعلا أهلي اللي من غير هم ما حتى بيدوروا أشوفه. عليا ولا مين؟ ومع الوقت ابتدينا وبالفعل إن إحنا نتقابل. أول ما فتح طبعا كان والدي بالنسبة وابن لي عمي الاتنين عادي واقفين إني قدامه. أقابل واحد، وبابايا والموضوع ما بكل كانش يعني عصبية بيقول بيكلفني له كتير، هي وكنت فين؟ شايفة هي فين إنه اللي عادي. هتحط راسنا في الطين بزعق مع وهتجيب ماما لنا العار؟ شوية ومع أختي ساعتها شوية، الشاب وفي ده وقف الآخر قدامه بخرج وهو بيقول له وبعمل اللي أنا انت عايزاه. مين؟ ومع وازاي كتر تخبط على بابي المكالمات كده؟ انت ما طبعا كنا تعرفش انا بنقرب مين؟ من بعض أكتر ابن وأكتر. عمي رد عليه وهو بيقول له وبعد هتكون مين المقابلات يعني؟ ما كترت هي اكيد كمان واحد غوى بقى مراتي الموضوع علشان تهرب بالنسبة يوم لي فرحها كده وتجيله. زي الهوا اللي انا هوديك في بنتنفسه. داهية. والحوار طال ما أول بينهم حاجة والشخص أعملها اللي انا لما خبطت أصحى على بيته إني واستنيت أكلمه، بيه رد عليه وبالليل وهو بيقول له أكلمه قبل لا، ما أنام. انا كنت اللي بحب هوديك في أشوفه داهية يوميا علشان انتم مش وباستمرار. عارفين انتم بتخبطوا بصراحة على بيت مين، كنت بحبه وكمان قوي بتتهموني في من شرفي. كل قلبي. ولو سمحتوا بس عجبني امشوا أكتر إن هو كان امشوا من عيلة بهدوء كبيرة بدل لو ما مشيتوش ومركزه انتوا الاجتماعي كان حلو هتندموا قوي. قوي، وعندهم محلات كتيرة قوي، بابايا وابن عمي محلات وقتها عطارة، سمعت التوتر في وحياته مش صوتهم زي وهم حياتنا. بيسألوه الموضوع بصراحة ليه؟ كان هو جاذبني انت ليه مين أكتر. يعني علشان حتى لو تودينا في هو ما داهية؟ كانش كده احنا اللي كنت معانا برضه الحق. هفضل أحبه. رد عليهم بس وقال لهم الموضوع ده لا، زود انا طبعا اللي معايا محبته الحق. في قلبي، لما تكونوا علشان بتخبطوا بصراحة على بيت أنا النقيب نفسي إني محسن يبقى أعيش انتوا عيشة مش مرتاحة، عارفين انتوا بتعملوا وخصوصا ايه. إن سامي وقتها كل كلامه اتوتروا عن وخافوا الخطوبة والارتباط، وقلقوا جدا وإن إحنا واخدوا لازم بعضيهم نتجوز، ومشيوا. وفي يوم من وهو الأيام دخل عليا هبقى الأوضة مراته لقاني واقفة وبتاعته ورا وملكه الباب هو وخايفة وبس. ومرعوبة ومنهارة من وطبعا العياط. الكلام ده كان بيعلقني وقتها بيه جاب لي بزيادة، كوباية مية علشان فعلا وهداني ما وبدأ كنتش يسمع حاطة أي حكايتي اللي احتمال حكيتها له ولو من صغير أولها إن الموضوع ده ما لآخرها. يحصلش. وقلت كنت له قد متأكدة إيه إنه أنا نفسي بيحبني أكمل وقريب تعليمي وما مني، كانش قدامي فما حل كانش تاني غير عندي كده أي وراها. احتمال إن الحاجة دي مش وبالأخص إن هتتحقق. أنا لو ومع كنت الوقت اتجوزت ومع عز ابن الاستمرار عمي كان ووصلت هيقعدني في تقريبا البيت لأولى ومش ثانوي هيخليني أكمل أنا تعليمي. بقيت مستسلمة حياتي لأنه على في سامي نظره البنت وبس. ليها بيتها لكن قرب وبس، العلاقة دي يا جماعة ملهاش إن هي كان فيه تتعلم. شوية تجاوزات. وفي نص الكلام يمكن سألته التجاوزات دي كنت هو بحسها أنت بدافع فعلا الحب. نقيب؟ أنا رد لما عليا كنت وقال بلبي لي لسامي أيوه أي حاجة هو أنا بيقول فعلا عليها نقيب في الشرطة. كنت بشوف إن ده وبعد ما حب شاف حالتي مش وقد أكتر، إيه أنا متوترة وكأني قال مش لي عايزة بكل أقوله هدوء على أي حاجة لأ علشان بصي ما يا بنت يبعدش عني. الناس، أنا يعني سمعت كل حكايتك حاجة سامي كان وبعد ما بيطلبها شفت مني باباكي كنت وابن عمك بنفذها أنا على طول، مصدقك، حتى لو أنا لكن اللي شايفة انت إن الحاجة عملتيه دي ده غلط غلط أو ما جدا. تنفعش. كنت بخاف أقوله أنا لأ هديلك فرصة عشان ما النهاردة يسيبنيش باتي هنا ولا لحد ما يبعد عني. تقرري كنت هتعملي دايما إيه. بقول أصل ويا أنا ريت لو ما يا ريت عملتش كده تحاولي ترجعي احتمال بيتك، يسيبني، أصل أنا لو ما وفي وافقتش على الآخر انت كده حرة في اللي احتمال ما هتعمليه. يكلمنيش. ووقتها رغم سابني ان هو ومشي ما علشان كانش يروح شغله بيبين وأنا لي بيت خالص في البيت الاحتمال بتاعه ده، كنت بس انا كنت خايفة بحب اراضيه وقلقانة حتى ومتوترة. لو على حساب نفسي او على حساب ربنا لكن كان باين ورضا قد ربنا. إيه هو شخص شهم وجدع وخصوصا وبيحافظ على لما بنات اهله جابوا الناس. له عربية. وتاني يوم كلمني جه وشافني وقتها كان قاعدة وأنا طاير من بشكره الفرحة، وبقول له وفعلا أنا بشكرك اتوعدنا واتقابلنا في جدا على اللي اليوم أنت ده عملته معايا ورحت معاه امبارح. في وأنا الوقت فعلا ده، ومن حاولت اكتر ما أتواصل كنت مع فرحانة أصحابي، وبتخيل نفسي لكن وانا راكبة للأسف العربية أهلي دي بيحاولوا يدوروا وانا عليا مراته. وحالفين كنت بقول إني ياه أول ما على يشوفوني السعادة اللي أنا هيجوزوني فيها لسامي. فأنا مش عارفة لما لو يبقى كنت كمان هتقل عندنا عليك أولاد ولا لأ، بس ويقعدوا ورا في أنت العربية بالنسبة لي وأنا طوق نجاة. قدام معاه، ونروح ممكن تقعد نتعشى بس في هنا مكان حلو يومين كده لحد ما أو يبطلوا يدوروا نسهر أو عليا نتفسح بالعربية. وأقدر ساعتها الصراحة أقدم في الحاجات الكلية. دي كلها كانت أحلام سكت كنت شوية وبعد بعيشها، وكنت كده حاسة وافق. إن الحاجات دي وفعلا هتتحقق. أغلب وقته كان بيقعد في لكن الشغل الخروجات بقى اللي في وبيرجع العربية بس دي على النوم هي عشان اللي يديني فتحت مساحتي مجال في شقته اللي أنا للتجاوزات، اقتحمتها. خلتنا نبقى قريبين من بعض وبعد أكتر من أسبوع اللازم لقيته في لقاني حاجات
حاجات كتيرة منهارة قوي، من العياط، بس طبعا فضلت وحاول محافظة على يهديني نفسي ويسألني كبنت. ويعرف مالي وإيه لكن اللي كان في حصل تجاوزات وليه كبيرة أنا قوي، منهارة بالشكل ده في وطبعا مش العياط. عايزة أفسر أكتر من كده. وقتها قلت له إن أختي مش أهلي عارفة خلاص إزاي قرروا حست إن إن أنا في ما حاجة غلط، اتجوزش عز، رغم إن هي لكن عارفة أنا بعمل قرروا إيه إن هما وما لو بعملش شافوني في إيه. أي حتة لكن هيتخلصوا في مني. الفترة دي ومن اتفاجأت بالنسبة إن لهم هي جبت دايما لهم العار، بتكلمني على الشباب، جبت العار للعيلة وإحنا وإنهم في بلدنا بيضحكوا على البنت اللي عقول بتمشي البنات، ومفرحها وإن ما دي ينفعش أكيد فيها أي حاجة، حد أكيد ينول مني عملت أي حاجة حاجة، غلط. وإن البنت علشان كده لازم هما تحافظ على مستنيني نفسها. وأنا مش مستنيني عارفة ليه أقدم في ما كنتش الكلية حاطة أو في دماغي يسمعوا اسمي الأفكار في دي. أي حتة كنت شايفة الحياة كلها وهيجوا وقتها رومانسية، يتخلصوا كنت مني. بسمع أختي وهي بتتكلم وبتديني نصايح وبس، لكن مش حاطة كلامها في دماغي أنا خلاص نهائي.
قررت أروح فلقيتها لوالدي أكتر من واستسمحه. مرة بتقولي أنا عايزة أتكلم مع يمكن سامي. يسامحني أو يتخلص طبعا مني أو هي أي عرفت حاجة هو موضوع عايزها سامي يعملها. علشان زي ما أنا قلت لكم قبل كده لكن أنا كل هي ده عارفة عني عملته كل من الأول حاجة، علشان كان عندي حتى حلم لو إن أنا أنا ما أكمل قلتش تعليمي زي هي أي بنت بتحس من وما تصرفاتي اتجوزش غصب وبتفهم عني. الحاجات اللي أنا بعملها. بس ما دام فلقيتها وصلت في مرة للعقد والشرف بتقولي أنا هرجع. أنا عايزة أتكلم مع سامي، هرجع علشان وأنا قلت أثبت له لها أنت عايزة ولكل الناس تتكلمي إن أنا معاه ليه؟ متربية سامي أحسن هيجي تربية، يخطبني يا حبيبتي وإن اللي عملته ده كان وهيتجوزني بسبب ضغطهم وهتشوفي. عليا وإن هم ما سمعوش رأيي ولا حتى وهي احترموني بتقولي اسمعي كلامي، ولا ما طبطبوا فيهاش عليا. حاجة لما أنا أكلمه أو أشوف وقتها لقيته بيقف وهو علشان بيقول لي أعرف إيه اللي في طب دماغه، يلا عشان قومي أنا بس البسي وأنا قلقانة جاي عليكي. معاكي. وأنا فضلت برضو جاي متمسكة معايا بكلامي لحد في جاي مرة من معايا المرات فين؟ أختي شافتنا قال مع لي بعض لوالدك، وشافت ما أنا شكل مش سامي. هسيبك تروحي لوحدك، معرفش ليه من ساعة وأنا ما شافت عارف سامي ومتأكد هما ممكن يعملوا وهي إيه. مش حباه، وبقت ما دايما كنتش فاهمة بتحاول هو عمل كده تمنعني إني ليه، أقابله لكن أو بصراحة حتى أكلمه، وأنا اطمنت. برضو ما بسمعش أي حاجة اطمنت إن أنا وما ممكن ألاقي بتنبهش حد في خالص ظهري لأي كلام، وحد سند وكل اللي ليا. بتقول ليا ولا كأنها بتقول يمكن شخص حاجة. أنا معرفوش، وكنت دايما لكن بقول أول لها مرة أنا أحس وسامي معاه هنتجوز بالأمان. وهيجي يخطبني ولبسنا وهتشوفي. ورحت وفي لوالدي الفترة وزي ما الأخيرة توقعنا بعد موضوع والدي كان عربية هيقوم سامي كان ويضربني، دايما لكن هو بيلمح كان لي واقف إن قدامي أهله وهو خلاص بيهدد بدأوا يعتمدوا عليه بعينيه قبل برغم ما سنه برد صوته. الصغير، وهو كان بعد حديث هيشتغل طويل أنا ما وغالبا ما بينهم كانش عنده وأفهم رخصة والدي قد تقريبا إيه هو ولا غلطان أي في اللي حاجة. عمله، مش عارفة والمفروض إن عشان أنا كان بنته وقتها يحتويني هو ويطبطب أكبر مني عليا ويكون ب4 هو سنين. الأمان ليا. فقعدت بقى أرسم أحلام وأمال مش هدور على الأمان وطموحات بره، ومادام ومنتظرة أنا اليوم اللي هو شاطرة في يجي فيه المدرسة ليه ما يسيبنيش ويخطبني. أكمل تعليمي ويبقى عايزة أقول فخور لكم بيا؟ إن في يوم من الأيام ليه شايف إن سامي الأرض طلب مني والورث طلب أهم من بنته؟ وأنا طبعا وافقت عليه وبعد كل ده بمنتهى والدي ما كانش البساطة. مقتنع طلب مني إن إحنا لحد نسافر ما مع بعض محسن قال له يوم كامل حاجة بالعربية. غريبة قوي، وطبعا ما قدرتش أقول له حاجة ما كالعادة لأ. كانتش تخطر على بالي أنا أصلا، خلعت من ماما حاجة وأختي خلتني أقف وقلت مصدومة لهم وأنا إني أنا ببص له رايحة رحلة، ووالدي ورغم بيثور إن ماما عليه وهو بتعمل كل بيقول له حاجة علشان ما أروحش وأختي كانت أنا حاسة هتجوز وعارفة سما. إني أنا رايحة فين سما بالظبط، لكن سما أنا مين اللي برضو تتجوزها؟ قدرت أنت جاي بطريقتي تديني درس في وبدماغي الأخلاق وتقولي إن المفروض أنا لأ أخلع أتجوز منهم. بنتك وأنت وطبعا عايز تتجوزها، وقتها يبقى أنا فعلا كنت الكلام فاكرة اللي اللي اتقال أنا صح. بعمله ده وإنها انتصار هي كانت وإن ماشية معاه. محدش عارف ساعتها يحكم رد عليه عليا، وقال له أنا ما اسمحلكش وإن ده ما اسمحلكش فرحة تجيب كبيرة سيرتي جدا ولا سيرة بالنسبة لي بنتك، إن أنا لأن أنت بحقق واضح كل إن أنت اللي مش أنا عارف عايزاه أنت ربيت في بنتك إزاي. الوقت اللي لكن أنا أنا عايزاه. هتجوزها المهم خرجنا، هتجوزها علشان وده تقريبا هساعدها كان تحقق أطول حلمها، مرة لأني رحت أنا فيها عارف مع سامي. ومتأكد في إن اليوم هي ده لو بقى فضلت هنا الله اتفسحنا أعلم أنت كتير هتعمل فيها قوي إيه. وقعدنا على وقتها البحر مش هتصون وأكلنا الأمانة وشربنا اللي ربنا اداها وانبسطنا لي، لكن أنا ربنا وعشنا يوم بعتها لي عز عشان أحميها، زي ما بيقولوا كده. وأنا قررت أحميها. وأنا كنت فرحانة قوي وفي وأحسن قمة لك سعادتي، اتجوزها لي أنا بمزاجك يا مع غصب الراجل اللي عنك. بحبه وبنعمل وقتها كل والدي خاف من حاجة نبرته في من غير التهديد، أي وبالأخص قيود. إن والدي كل حاجة بيبقى دور نفسي وعرف كل فيها حاجة عنه وبيقدر زي يجيبها ما لي محسن عمل وعرف ويحققها كل لي. حاجة عن والدي. وكمان في لحظتها في اليوم ده وفي نهاية سامي اليوم اتكلم كنت معايا فعلا كتير مراهقة قوي عن الخطوبة وأنا مش والارتباط مستوعبة والجواز، أحداث الأسبوع، وكنت بجد شايفة دموعه في وإني عينيه أنا كنت وهو بهرب من بيكلمني عن العزلة علشان الموضوع أبقى ده، مرات محسن. وقال لي قد إيه إني أنا مهمة بالنسبة له وإن هو مستحيل إنه يفرط وأول فيا. ما روحنا البيت وقال لي لقيته بجد بيقعدني كلام زي بتاع الأفلام وبيقول لي اللي يمكن في أنت الحب تستغربي. والأساطير أنا وحاجات زي نفسي كده، مستغرب يعني نفسي، زي الحكايات لكن والدي القديمة ده هيفضل زي معايا حكايات أقول روميو بس وجولييت والحاجات لحد ما دي كلها. تحققي حلمك وتدرسي الكلية قد اللي أنت إيه إن عايزاها هو وتتخرجي بيحبني وتشتغلي وتقفي ومستحيل على يسيبني رجليكي. أو يتخلى عني، ووقتها وإن كل أسعد واحد لحظة مننا في هيروح في حياته طريقه. اليوم اللي هبقى أنا بتاعته عملت وإني كده أنا علشان هبقى معاه أساعدك، ملكة في بيته. لأن عرفت وطبعا وتأكدت كل إن ما كان أنا لو بيقول لي سبتك حاجات من لوالدك دي وقتها كان هيعمل كل حاجات ما أنا إحنا كنت الاتنين بتعلق بيه ما أكتر كناش هنبقى وأكتر. مبسوطين بيها. وطبعا أنا كان فاضل لي علشان كده حاجات أنا بسيطة اتجوزتك، بس وفعلا وأقتنع إن إحنا فعلا زي نفذ المتجوزين وعده بالظبط. عايزة وكان أقول قد لكم إن الجملة. اليوم ده كان طويل هو كان جدا فعلا زي أخويا واتأخرت في فيه بيت واحد، جدا جدا على أهلي، كنت أنا بحاول واتصالات أرد له بقى من الدنيا على قد ما أختي أقدر، بعمل وأمي الأكل وبجهز وشتيمة له لبسه وبعمل وتوبيخ كل حاجة، وتهزيق ليا، وإن وهو هي كان مش شايلني من هتسيبني على لما وشي. أروح علشان أنا كان بيساعدني في اتأخرت الدراسة جدا. وإن أنا أروح وقتها أقدم طبعا هو ورق، ولو روحني حاجة وقفت وقال لي قدامي أنا كان مستحيل بيساعدني أقبل إن إن أنا أي حد أخلصها. يقولك نص كلمة، وعدت ال4 وقال لي سنين، وخلال
إن هو قريب جدا جدا هيجيلنا البيت. وأنا طبعا بالرغم إن أنا غلطانة واتأخرت كتير، اللي أنا كنت بتكلم معاهم بمنتهى البجاحة، وأول مرة كنت أبجح في ماما بالطريقة دي وأكلمها وأقول لها إني مش فارق معايا ومش عايزة منها أي حاجة.
وإني خايفة من اللحظة هعوضها، دي لأن ولو فعلاً صرفت كان عليا هو طوق جنيه النجاة. هرده لها 3. كان هو الحبيب، كنت بكلم ماما كان هو بمنتهى الصديق. قلة الأدب كان والوقاحة. أوقات كتير وهو راجع من علشان الشغل كده وهو ماما في اليوم تعبان ده وشايل هموم ادتني الدنيا، حتة دين علقة، يلاقيني بس زعلانة وفضلت ومتضايقة أعيط علشان طول يمكن الليل جبت درجة وحشة. وصعبانة عليا نفسي. كان بيعمل وكنت حاجات بقول غريبة لنفسي قوي. إن أنا كان لما بياخدني أتجوز في عمري ما السفر هاجي ويخرجني البيت ده. علشان ما ازعلش، وفضلت طبعا أتخيل ورغم تعبه إني أنا بنتقم كان من أمي بيعاملني كأني وأختي بنته على اللي هم مش عملوه مراته فيا، ولا وإن واحدة هم بيساعدها. عايزين يحرموني من أني وبعد أكون ما مع خلصت سامي الجامعة أو ونجحت جنبه في بتقدير يوم من عالي الحمد الأيام، لله، بدأت أدور على شغل. لحد ما لقيت أختي كان لازم بتتكلم أقعد معاه معايا القعدة بالراحة دي، وبتقولي القعدة اللي أنا بسببها نفسي أعرف بس هيتغير أنت مسار بتفكري حياتي إزاي. كلها. أنت ليه مش حاطة يا إما هيبقى احتمال المسار إن اللي أنا الولد نفسي ده أعيشه، يكون بيضحك عليكي؟ يا إما هتبقى يا بداية حبيبتي جديدة أنا بخاف مختلفة. عليكي، أنا حتى ما لو أعرفش أنت شايفة هنوصل إن منها هو لفين. بيحبك وقعدنا لازم وأنا البنت بقول له تكون حقيقي عزيزة حقيقي يا وغالية. محسن أنا بشكرك طب جدا، بصي، جربي بشكرك على كده كل حاجة إنك أنت تقولي له عملتها لأ، لي، على كل ويا ستي مساعدتك سيبك من ليا الكلام، اللي وصلت له أنا ويا النهاردة ستي كان سيبك من كلامي نتيجة خالص. مساعدتك. حاولي بس أنا تعملي أي نتيجتي حاجة طلعت والحمد لله اتقالي نجحت شوية بتقدير، عليه، وكل فكري ده بسببك. بعقلك مش بقلبك. الفضل فعلا الصراحة يرجع ليك، رغم إني أنا كنت يرجع ليك متغاظة أنت يا منها محسن. قوي، بس قلت أنا بيني جاية وبين النهاردة نفسي عشان أخليك طب تخلي أجرب، مسؤوليتك عني وعن إن أنت هشوف تبقى إيه اللي حياتي، هيحصل. وإن أنت ويمكن تكون سامي شايل وقتها شيلتي وأنت يجي مالكش فيها يخطبني أي فورا، ذنب. ما يستناش الشوية اللي هو ولو بيقول عايزنا عليهم. ننفصل ده من حقك، لأن وزي أنت كل كمان من يوم حقك سامي كلمني تعيش وتبقى متأخر، ليك حياة رديت تانية. عليه بس وأي بتقل قرار أنت شوية هتاخده غير كل أنا مرة. هوافق عليه، ولما طلب مني لأن إن إحنا أنت نتقابل دينك عليا قعدت أتوه كبير في أوي يا الكلام. محسن. حقيقي إني أنا مرضتش أقوله إن سكت أنا اتضربت ولا أي حاجة من سكت، وأنا الحاجات دي بتمنى وهو بيقول لي علشان ما لا يستقلش بيا، إحنا هنفضل، إن أنا أقول له لكن هو أي حاجة إن أنا مش سكت هقدر أقابله بيها. وسكوته طال وطبعا اتفاجئت طال قوي. بكلام حب كبير سكت قوي، وإن وقلقت هو إزاي وتوترت. وقتها يقعد يوم حسيت من إن غير هو ما فعلا يشوفني. هيطلقني، وفضل يترجاني بس كتير جدا بيحاول يشوف ويقول لي إن ما المقدمة ينفعش المناسبة يعدي يوم من غير ما علشان يشوفني. يقول لي، وأنا لكن طبعا كلامه ده رد عليا مخليني وهو طايرة من بياخد نفس الفرحة. قعدت أقول عميق بيني وبين قوي نفسي إن وبيقول أختي لي دي حقودة، وإن حياة سامي فعلا بيحبني، حياة إيه ومش يا سما اللي متخيلة إنه هشوفها بعيد يعدي يوم من عنك؟ غير ما يكلمني أنت ولا حياتي يا يشوفني سما. فيه. وقعدت أوهم نفسي إن الموضوع ده من أول هيأثر لحظة فيه، شفتك فيها وإن على إني ما باب ينفعش شفتك أعمل بفستان كده برضه الفرح، علشان كنت ما خايفة أخسرهوش، ومتوترة، وما شفتك ينفعش عروستي إني أنا مش أتقل عروسة عليه حد تاني. والكلام من ولما ده. خبيتك وعرفت حكايتك اتمسكت وكمان بيكي أكتر. خفت أحسن يروح يمكن لواحدة تانية وقتها كانت من باب ولا الشهامة سيبني. والجدعنة، لكن مع الأيام عايزة أقول عرفت إن لكم إن ربنا أنا ما خلاكي حاولتش تسيبي أعمل اللي كل أختي قالت البيوت لي وكل عليه، الشقق وما عشان عرفتش تخبطي إني على أكمل بابي، الموضوع للآخر. علشان انتي أول ما مكتوبة لقيته لي بقى بيتكلم معايا وأنا كده كمان مكتوب لي. وحسيت بصوته بالشجن حبيتك والحب من أول والحزن، لحظة شفتك فيها ما يا قدرتش سما، بصراحة، ما قدرتش إني وكنت أنا بحاول أكمل. أنكر الشعور ده، وساعتها لكن لقيت نفسي في بمنتهى اللحظة البساطة دي بقول له أنا خلاص يا بعملها حبيبي قدامك، هقابلك بكرة زي بعلنها ما إحنا وبقولك إن متفقين. انتي سماية، وطبعا من غير ما أفكر أمي سماية اللي هتعمل إيه مضللة عليا وهطلع حياتي. إزاي أصلا بعد الكلام انتي الصعب الوحيدة اللي اللي كنت أنا قلته بتكلم ده. معاكي بسلاسة وطبعا وهدوء من غير أنا ما حتى ما فكرتش أفكر في ده، أو أحسب بس أنا كلامي قلت وانتي له هتقولي خلاص إن عليا أنا إيه. هقابلك بكرة. وبعد ما اتغيرت قفلت معاه علشانك، لقيت إن بقيت اليوم ده بحب أخرج كان يوم وأتفسح عيد ميلاده. لما علشان دخلت بس على أشوف الفيس ضحكتك قلت يا وأشوفك نهار قد إيه أبيض، مبسوطة. أنا إزاي نسيت اليوم ده. عشت معاكي وقعدت حاجات أفكر أنا إزاي ما عشتهاش أفاجئه طول حياتي، وأجيب له هدية على مناسبة. إيدك انتي يا سما وطبعا عايزة عرفتي أعمل يعني له إيه أي حب حاجة حقيقي، وأرد له لو عرفتي جزء يعني بسيط إيه من اللي أكون بيقدمه لي. راجل في عيون واحدة. طبعا قعدت أفكر وانتي كتير، كنت ست ما الستات لقيتش في غير عيوني، حل واحد بس، وبتمنى واخد فلوس من اللي إن ماما انتي تفضلي بتحوشها مراتي، من بس وراها. مراتي طبعا بجد أنا بحق عارفة كل وحقيقة، حاجة عن أمي، مش على الورق. عارفة بتشيل ورقها فين يمكن كان وحاجتها هدفنا من فين. الجوازة دي قررت إن إن انتي أنا أخد تتخرجي الفلوس دي وأنا هفضل علشان جنبك أجيب لحد له ما هدية، تخلصي كل أحلامك. كمان هدية تليق لكن بيا، نفسي مش أكون أي جنبك هدية وأنا وخلاص. فعلا جوزك. وقعدت أفكر طول الليل رديت عليه أنا هجيب وقلت له له هدية وأنا مش إيه. عايزة أنفصل ورغم عنك. إن أختي كانت رايحة جاية بتبصلي وأنا كنت ببصلها بقرف وهي مش فاهمة أنا ببصلها ليه، سكت وأنا كان بس أنا قلبي برضو بيرقص من كنت الفرحة. مركزة جدا في اللي أنا رديت عليه بعمله. وقلت له وأنا لحد ما كمان جت وقالت لي أنا هو كمان أنت يا محسن بتبصلي كده بحبك، ليه؟ قلت لها حبيتك، مفيش، أصل أنا حبيت حاسة إنك معاملتك ليا، بتغيري مني. حبيت إن أنت قالت لي فعلا أنا كنت أب هغير ليا منك ليه؟ وعيشتني مشاعر قلت لها كتيرة علشان قوي محدش كانت بيكلمك
بيكلمك ناقصانا. ولا حد وانا بيحبك جايه زيي. بقول لك النهارده الكلام ده. وكمان كنت سامي خايفه غني كنت خايفه ان احنا وهيعيشني عيشة ننفصل. حلوة قوي، اتمنيتك من وانت اكيد ربنا في متغاظة كل صلاه مني. كنت بصليها. قعدت تفهمني كتير كنت بدعي قوي واقول يا ان رب هي تكون خايفة من نصيبي عليا، في النهايه. وانا وان هي فعلا لما بتقولي كده موافقه عشان هي بتشوف موافقه تجارب ان انا كتير. اكمل معاك لحد وقالت لي اخر بمنتهى العمر. الصراحة ان انا لو اللي عايزة زيك ما اكلم حد يتعوضش يا كنت محسن. كلمته من زمان،
وانا وهو وإن في ناس بدأنا كتيرة حياة قوي جديدة، بتحاول تكلمني يا حياة حبيبتي، مختلفة. بس أنا اللي محترمة وساعتها علشان عمري هو ده ابتدى من الصح، الأول معاه وخصوصا في وجنبه الزمن اللي وصلي. إحنا فيه ده. وانتي مش عايزة تحافظي على وبكده نفسك، تكون انتي خلصت قصتنا حرة. النهاردة، لكن أول في مرة قصص تقولي تانية كلمة كتيرة انتي قوي لسه حرة. ما خلصتش طبعا أنا ولسه هتبدأ. استغربت من كلامها لو جدا، عجبتكم ومع قصة ذلك النهاردة اشتركوا في فضلت القناة أفكر وفعلوا زر برضه الجرس في وقولوا الخطة لي بتاعتي رأيكم تحت في لحد ما جه الكومنتات. الوقت المناسب سلام. وقدرت اخد فيه الفلوس. وطلعت فعلا واخدت الفلوس طبعا من ورا ماما. وصحيت تاني يوم الصبح منتهى البساطة، لبست ونزلت من غير ما اتكلم مع حد ولا لفت انتباههم اصلا اني انا رايحة اجيب حاجة. رحت جبت له احلى هدية طبعا بالنسبة لي، جبت له دبلة وسلسلة عليها قلوب وحاجات غالية. طبعا جبت له حاجة فضة، وما رضيتش يعني اني اجيب حاجة اي كلام عشان انا احترت اجيب له ايه. هو عنده كل حاجة، فقلت كده كده هو هيجيب لي دبلة للخطوبة، فانا جبت له الدبلة دي من معايا وعلى ذوقي. وجبت له سلسلة فيها قلبين وكان جواها حرفي وحرفه، ورحت عشان اديها له طبعا في يوم عيد ميلاده. وكلمته وما كانش ده الميعاد اللي احنا متفقين عليه مع بعض. في الاول طبعا قال لي استني شوية، وبعدين فهمته اني انا لازم اروح البيت وبعد كده هنبقى نتقابل تاني. وعايزة اقول لكم ان هو جه فعلا وقعدنا مع بعض تقريبا ساعة في العربية. قلت له كل سنة وانت طيب، واحتفلت بيه بطريقتي الرومانسية واديته الهدية بتاعتي، وقال لي ان هو هيستنى في نفس الميعاد بتاعنا بالليل. طبعا مش عارفة في اخر القعدة اللي احنا قعدناها دي حسيت ان هو وراه مشوار او حاجة، مش عارفة. المهم رحت والأول مرة أروح ملاقيش أختي في البيت. استغربت إن أختي ما كانتش موجودة، وقعدت أقول يا ترى هي راحت فين. طبعا بعد شتايم كتيرة من أمي، بس أنا دخلت أوضتي وقفلت الباب. كانت وقتها أمي بتستحلف لي إن هي هتكلم أي حد من الرجالة علشان يشوف لي حل، علشان هي خلاص تعبت مني. دخلت أوضتي وشغلت أغاني وفضلت قاعدة بتخيل يوم خطوبتي ويوم فرحي، وإن أي حد هيجي يتكلم معايا من أهلي هيكون خلاص سامي جه يتقدم لي. بس برضه كنت عايزة أفهم هي أختي راحت فين، هي ما بتروحش في حتة. وقعدت أقول يمكن مثلا هي قررت إن هي تحب بقى وتكلم شباب زي ما هي قالت لي. وقعدت مستنية لحد ما هي جت، وبعد ما أختي جت اتفاجئت بكلام غريب جدا جدا. دخلت أختي عليا من بره على طول، وفي الوقت ده كانت تقريبا ماما نايمة، ولقيتها بتبص لي والدموع في عينيها ومش عارفة تبدأ الكلام معايا ازاي. بعد ما قلت لها انت في ايه، هو انت عايزة مني ايه، وقعدت اتكلم معها بمنتهى البجاحة. لقيتها بتقولي ان هي راحت عشان تقابل بس لقيتها بتقولي ان هي راحت تقابل سامي. بصيت لها كده باستغراب وقلت لها انت ازاي بتعملي كده، وازاي تعملي كده اصلا من ورايا، وانت ايه اللي دخلك في حياتي اصلا. وفضلت اشتمها شويه وقلت لها سامي هتشوفيه وتعرفيه لما يجي يتقدم لي، وانا عارفه اني انت متغاظه من الحياه اللي انا هعيشها. وقلت لها هو ده بقى اللي مخليكي تعيطي. لقيتها بتقولي بالظبط كده. علشان كده كانت بتقولي اعملي اللي انت عايزاه، وكانت متجاهلاني قوي عشان هي قررت ان هي تكلمه بنفسها وتشوف هو عايز ايه مني، وهل فعلا هتقدم لي ولا لا. اخدت منه ميعاد على اساس ان هي واحدة، ولما قالت له ان هي اختي، ولما راحت عشان تتكلم معاه وقالت له هو انت هتتجوز رؤى فعلا، واول ما عرف ان هي اختي قال لها كلمة واحدة كان نفسها ساعتها تتشق الارض وتبلعها، وقال لها تكشفي على اختك الاول علشان اللي بتعمله معايا اختك، وبيقولي اني انتي اكيد مش بنت، واني مفيش واحدة محترمة هتكون لسه بنت وتسيبني اعمل اللي انا بعمله ده، وانصحك اني انتي تروحي تكشفي على اختك، وانا يا حبيبتي ما بخطبش بنات كده طبعا. طبعا انا وقتها انهارت وقلت لها انت اكيد بتكدبي عليا، وانت بتعملي كده عشان محدش بيحبك، وانت ما بتحبيش سامي، مستحيل سامي يقول كده عليا ولا ربع الكلمة اللي انت بتقوليها دي.
أنا واثقة فيه جدا جدا. انت اللي حقودة ومش عايزة لي الخير. لقيتها بتعيط ومنهارة وصعبان عليها جدا الكلام اللي أنا بقوله ده. لقيتها بتقولي حبيبتي اتقي الله في نفسك وامشي عدل وابعدي عن الولد ده. قعدت طول الليل طبعا افكر في كلامها وانا بموت وحاسه ان انا قلبي هيقف وآية نار ودموعي مش راضيه تقف ومش متخيله ان هو يقول الكلام ده عني. بس بصراحه قلت لا. رحت متصله عليه لقيته مش بيرد عليا ودي كانت اول مره يعملها معايا. وفضلت اقول لنفسي هصبر لحد الصبح واكيد هو هيرد وهروح اقابله وهشوف ايه الموضوع ده. وطبعا جه الصبح عليا انا معرفتش انام خالص وعينيا دي ما شافتش النوم ومن كتر العياط ما بقتش شايفه ودماغي طايره مني وهو برضو مش بيرد. حسيت بعد كده ان هو تقريبا عمل لي بلوك. كان دايما رقمه بيديني حاجه كده مش فاهماها. قعدت على الوضع ده يومين وانا هتجنن وهموت من القلق والرعب والخوف. معقولة الشخص اللي انا حبيته ووثقت فيه ثقة عمياء يقول الكلام ده لاختي عني؟ طب ازاي يعمل كده؟ ده كان بيعيط من الدموع لما كنت بقوله بس ان انا مش هقدر اشوفك النهاردة. بس بعد كده دخلت على الفيس علشان احاول اتكلم معاه باي شكل من الاشكال واتفاجأ بصورة وخبر حاجة غريبة جدا. لقيته منزل الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ولقيته منزل صورة الشبكة بتاعته. قال ان هو خطب احسن بنوتة في الدنيا واحلى بنت في العالم وحب عمره. وقتها بس انهارت بجد واغمى عليا من الصدمة. معرفتش انطق ولا اقول نص كلمة. كنت هموت حرفيا من كتر الزعل اللي جوايا والحزن. اغمى عليا واللي صحاني واللي جت جنبي اختي لما فوقتني وعملت لي حاجة اشربها. فضلت تحضني وتطبطب عليا وتقولي ما انا قلتلك اكتر من مرة يا حبيبتي بس انتي ما صدقتيش كلامي. كان لازم تقعي في الغلط ده علشان تفهمي. كان لازم انتي تجربي بنفسك ويحصل لك كده علشان تصدقي ان احنا خايفين عليكي. وقعدت تقولي نصايح كتير وتطبطب عليا وان لازم البنت تشوف نفسها غالية واول حاجة لازم تفكر فيها هي رضا ربنا. وبكده وصلت معاكم لنهاية قصتنا النهاردة. يا رب تكون القصة عجبتكم واستفدتوا منها. آرائكم واقتراحاتكم وحل للمشكلة.